السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشرح درس جديد، اللي هو ازاي احسب كمية. النهاردة هنشرح اول طريقة. لو هي عندي سطحين او اتنين اسفلت، واحد للارض الطبيعية والتاني بعد ما خلصت الشغل بتاعي سواء ردمت او حفرت، فعايز احسب الكمية ما بين السطحين دول. اول حاجة بنفتح برنامج السيفل 3D وندخل الملف اللي هو بتاع الارض الطبيعية من بوينت كرييت، واختار امبورت بوينت ونختار اد فايل، واروح اختار الملف بتاعي اللي هو ال NGL. اتحمل معايا، بعدين بختار الصيغة بتاعت الملف ده اللي هي ايه NZ سبيس ديليميتد، وبعدين اعمل بوينت جروب وتسمي البوينت جروب بتاعنا نفس الاسم NGL، واقول له اوكي. اوكي كده خلاص النقط دي اتحملت معايا بس ما ظهرتش معايا. بنعمل زد انتر اي انتر او زوم اكستنت من هنا، ظهرت معايا النقط بتاعتي. هنصغر السكيل بتاعها، خلي 1:500، ومش عايز الكتابة دي كلها، هظهر بس ايه رقم النقطة من بوينت جروب NGL بروبرتيز. احنا قلنا الشكل ده شكل النقطة، وهنا الليبل ستايل اللي هي الكتابات اللي انا عايز اظهرها. هظهر البوينت نمبر اونلي بس اللي هو رقم النقطة، واقول له اوكي. كده ظهر لي رقم النقطة بس. تاني حاجة لازم نعمل سطح، واروح على السيرفيس كليك يمين كرييت سيرفيس، وبروح في النيم بنسمي السطح ده، اسميه نفس الاسم NGL. بعدين هنا هاجي في الستايل نعملها من مرة واحدة، نيجي نختارها كونتور اند تريانجل اللي هو يعملها لي خطوط كونتور ومثلثات، وهقول له اوكي. اوكي ما تعملش السطح معايا لان ما عرفتوش. هنروح على السيرفيس NGL ديفينيشن، واروح على البوينت جروب كليك يمين اقول له اد، ونختار ال NGL بتاعي. نختار ال NGL واقول له اوكي. عمل لي المثلثات بتاعتي، بس هنا عندي المنطقة ديت زيادة، دي مش تبعنا اصلا، فلازم اشيلها. واي اماكن زيادة لازم نشيلها، زي الاماكن دي برضو لازم نشيل كل الحاجات دي. بنضغط على السطح وبروح على edit surface واقول له delete line، وامسح الحاجات الزيادة ديت. هنضغط كده كليك شمال واطلع بره، كليك شمال برضو، بعدين كليك يمين. لازم نشيل الحاجات الزيادة ديت عشان ما تطلعش الكمية معايا زيادة. ونمسح دي برضو كده كده، كليك يمين، وهكذا. دي برضه اهي كده كليك يمين، يمسح معايا كل الحاجات الزيادة دي. خلاص احنا كده مثلا عشان ما نطولش وقت الفيديو مسحنا كل حاجة. نيجي بس هنا على البوينت جروب NGL بروبرتيز. انا لا مش عايز اي كتابة، ومش عايز برضو شكل النقط بتاعتي. كده خلاص مش عايزين. ونيجي على السطح هنا سيرفيس بروبرتيز، سيرفيس بروبرتيز برضو. السيرفيس ستايل ديت هنخليها بوردر اون، عايز الحدود بتاعتي بس، وهقول له اوكي. كده عمل لي سطح اهو. عشان هنعمل سطح للديزاين بتاعي، فايه ما نتلخبطش ما بين الاتنين. يبقى ده السطح بتاع الارض الطبيعية، نفس اللي عملناه نعمله مع الديزاين. هنروح على البوينت، كليك يمين كرييت، نروح على الامبورت بوينت، اد فايل، هنختار بقى الديزاين. اخترنا الديزاين، نختار الصيغة بتاعته ENZ سبيس ديليميتد، نعمل البوينت جروب بتاعنا بس هنخليه ديزاين. وبعدين هقول له اوكي. اوكي يتحمل النقط معايا.
حملت النقط معايا اهي. هنيجي هنا خلي مثلا السكيل 1 ل 100. هي مش هتفرق بس عشان الشكل بس. هنعمل برضو نيجي على الديزاين هنا، لان جي ال ده خاص بالارض الطبيعية. هنا التصميم، كليك يمين بروبرتيز، هقول له اظهر لي رقم النقطة بوينت نمبر اونلي، واقول له اوكي. ظهر لي الارقام بس. هنيجي نعمل سطح، سيرفيس كرييت سيرفيس، هنسمي السطح ده الديزاين، وهو الستايل بتاعه كونتور اند تريانجل. خلاص اقول له اوكي. نروح على السيرفيس هنا، عمل لي الديزاين اهو. بنروح على الديفينيشن، ونروح على البوينت جروب، واقول له اد، هضيف له الديزاين مش ال جي ال، واقول له اوكي. دلوقتي هيعمل لي السطح بتاعي للتصميم. نمسح برضو كل حاجة زيادة هنا. هنيجي نضغط على السطح ده، واقول له edit surface delete line. نيجي نمسح الكمية الزيادة دي كده، واقول له كليك يمين. اي حاجة زيادة نمسحها معانا من الشكل، زي دي كده، وهكذا. كده مسحنا كل حاجة زيادة عشان ما يطلعش معانا اي فرق في الكمية، ما يطلعش كمية زيادة او يطلع كمية اقل. خلاص احنا كده عملنا السطحين بتوعنا. هنيجي هنا على الانالايز، واروح على الفوليوم داشبورد، ونيجي هنا على create new volume surface، نضغط عليها. دي اهم حاجة. هنيجي هنا في الانفورميشن اللي هي رقم 1، في النيم اسميها الفوليوم مثلا، اللي هي ده هيطلع لي الكمية بتاعه. وهنيجي في الفوليوم سيرفيس هنا، البيس سيرفيس اللي هو السطح الاساسي بالنسبة لك، اللي هي البداية. انت اول سطح رفعته اللي هو كان ايه؟ اللي هو كان ال NGL، اللي هو ده. بعدين سطح المقارنة اللي هو السطح التاني، اللي هو بعد ما اشتغلنا، هنختاره اللي هو الديزاين. وبعدين هقول له اوكي. ظهرت لي الكمية بتاعتي اهي. هنا دي المساحة، وهنا القط، وهنا الفيل، ودي النت، الفرق ما بين القط والفيل. تمام. عايزين نظهر الكمية ديت، هنضغط على علامة ال A بلس اللي هي انزرت كات فيل سمري، نضغط عليها، وبروح في اي مكان انا عايز انزلها فيه. هنزلها هنا، ظهرت معايا. عندي هنا المساحة بتاعت الشكل ده، وعندي هنا القط والفيل. النت ديت الفرق ما بين القط والفيل. كده يبقى خلصنا درس النهاردة، ونتقابل في درس جديد تاني ان شاء الله.